اهو علشان خاطر محدش يقول عليا ان انا بخيل وكنت زعلان عشان خاطر الفلوس، اهو رايحين نصرف الفلوس. هنفرتكها بايديك. الفلوس اللي هي كانت عايزه وطمعانه فيها اهو يا ستي بصرفها لها اهوت، وعلى ايه؟ على عينك يا تاجر، وحشانه كل اجواء تركيا والطبيعه والفسح بقى والجمدان كله. بس اهو من قلبك صح؟ من قلبي، وبصوا على قلبي زي العسل. طبعا يا جماعه الناس اللي بتقول لنا نزلوا فيديوهات كتير، بوعدكم من اللحظه دي ان انا انزل لكم فيديوهات ورا بعضيها. اي فيديو هننشره هيوصل ل 200,000 لايك هتلاقوا الفيديو اللي بعديه نزل على طول على طول. يعني لو الفيديو وصل ل 200,000 لايك في نفس اليوم، التاني يوم على طول تلاقوا الفيديو التاني. اتفقنا؟ وانا زي ما وعدتكم برضه فيديوهات الصيف هتبقى جامده تحفه. احنا وعدناكم ان احنا نعمل لكم فيديوهات حلوه. بس طبعا العربيه معانا ما شاء الله اهوت، هناخدها معانا دلوقتي. هنروح نجيب بقى ايه اللبس بقى بتاع المايوهات ولبس الصيف بقى والالوان الجميله الصفراء، والصيف ده بتاعنا. يلا يا اوسي، اول واحد يطلع العربيه. وحشتنا العربيه واجواء العربيه والزيطه اللي كنا بنعملها صح؟ ابوك هيهيسنا. طبعا الحمد لله كنت كلام من ورا قلبي ده، كنت بقول هصيف وهعمل، ما كنتش عارفه اعمل كل ده من غيرك اصلا. ما تقدريش اصلا لا انت تروحي اللي ولا مروقنا تيجي. وانت اللي ما مدلعنا. تقدريش تروحي ولا تيجي من غيري. طبعا هتبقى كروته، انما انت الشغل الاصلي الخروجات ايوه الاصلي. يلا بينا. يلا. وبوعدهم بقى دلوقتي قدامكم اهو ان احنا بعد ان شاء الله ما نرجع من الرحله دي، اقسم بالله والله العظيم يا جمهوريه لا محضر لهم مفاجاه عمرهم ما يتخيلوها ولا انتوا هتتخيلوها. الله عليك. والله ايوه مفاجاه تاريخيه لولبيه جهنميه. اول ما نرجع ان شاء الله من السفر هعلن عنها، واللي هيقول من دلوقتي لغايه لما تنزل المفاجاه دي اللي هيتوقع ايه هي، اقسم بالله لا طلعوا رحله لتركيا على حسابي. والله والله لا فسحوا ولا لففوا تركيا على حسابي، من اول تذكره الطيران من بيته، من اول التاكسي اللي هيركب بيه المطار لغايه لما يرجع تاني، كله على حسابي. لو واحد بس توقع ايه هي المفاجاه اللي انا بوعدهم بيها بعد ما نرجع من السفر، في عندي القنبله الكبيره. اتفقنا؟ ممكن قاعد اتوقع. اتفقنا؟ بوعدهم قدامكم اهو، وانا لما بوعد بوفي، انتوا عارفين. صراحة ومفاجاتها كلها بتبقى قوية، كلها كبيره وغير متوقعه. اللي عارف حمدي بقى وحافظة هيتوقع صح. لولبيه جهنميه، خليكم فاكرين لولبيه جهنميه. الله عليك يا ميدو. وحشنا بقى اللبس التركي بقى، وايه كلنا وحشنا اللبس التركي. طبعا الناس اللي زعلانه مننا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا بننزل فيديوهات قليله، لان انتوا عارفين احنا كنا في مصر وكان عندنا ايه مؤتمرات بقى ولقاءات وحاجات ومحتاجات، كنا مشغولين جدا، فما قدرناش ان احنا نعمل فيديوهات كتير، مع ان احنا عملنا فيديوهات حلوه قوي 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 وحبيتوها. بس احنا برضو ايه عند وعدنا ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه نغرقكم فيديوهات. موسم الصيف فاضيين بقى وما ورناش غيركم، هنفضل بقى ايه نصور لكم فيديوهات بس. كل واحد بقى ياخد له شنطه علشان يجيب حاجته بنفسه، والدنيا زحمه موت. اكني في مصر. الدنيا زحمه موت، دخلت عيد والناس بص كلها ايه في المولات، لدرجه ان في مول تاني كنا رايحينه وما عرفناش ندخل بالعربيه اصلا. ما نخش من كتر الزحمه. كمان هنا في ميزه كبيره في تركيا ان في المواسم والاعياد والحاجات دي بيعملوا تخفيضات كبيره جدا، فاحنا لما بننزل نشتري في العيد بيبقى عكس كل الدنيا، بنلاقي الاسعار اقل. يعني في الدنيا كلها بتلاقوا الاسعار اغلى في الاعياد، لا هنا العكس، تلاقوا الايه العروض كلها موجوده والناس بتشتري. عشان كده بيبقى في زحمه، لان في منافسه عاليه، لان طبعا الانتاج وفير ما شاء الله هنا في تركيا، الانتاج للملابس والاجهزه والحاجات دي كلها، بس الملابس اكتر يعني، فعشان كده بتلاقوا في منافسه وبتلاقوا الاسعار ايه حلوه. طبعا يونس ما بيستناش، هو بيختار بنفسه. بس ده بناتي يا معلم، ده بناتي، ده مش هينفع بتاع وفاء، ده اديله وفاء. بص ايه رايك في ده؟ طب حطه في الشنطه. حطه في شنطتها. سيب ده بناتي ده. بص ده القوسه ده حلو ده. يلا بصوا الاسعار سعره رخيص جدا يعني. بصوا ده طقم كامل اهو ب 400 ليره، يعني زي 400 جنيه كده، فمش غالي. يلا حط يا قوسي. لا والخامه كمان مش يعني سيبك بالسعر، قصاد الخامه تحفه هنا. والخامات حلوه. انا كمان بالنسبه لي بيعجبني الذوق التركي، يعني اللبس الاذواق نفسها اذواق حلوه بغض النظر يعني عن الخامات او الاسعار، لكن الاذواق نفسها حلوه بتعجبني. فانا بقى اسيبهم بقى هم بيجيبوا لنفسهم، اروح انا محل تاني هنا بشتري منه لنفسي، اشتري بعد كده ايه اروح لهم اشوفهم جابوا ايه. طبعا كالعاده ندى اصعب واحده في شراء الملابس، لان طبعا احنا بندور على لبس صيفي خفيف لطيف ظريف، وهي طبعا يا عيني محجبه فمش قادره تجيب نص كم زينا ولا شراط ولا كلام من ده، فمضطره واسفه ان هي تجيب اللبس اللي هو لبس خروج، وبنحاول قدر المستطاع نلاقي لها لبس يناسب البحر والفسحه وكده. شايفين الزحمه، طابور الكاشير عامل ازاي؟ ما شاء الله الناس ايه، فزي ما شايفين الناس زحمه موت. وفاء بقى انا سايبها بتحاسب، اديتها الفيزا وهي ايه تدفع هي بقى. طبعا مش هسيب ندى كده، هي جابت طقمين مش قد كده يعني صراحه، يعني مش بس حلوين، لا حلوين مع انه اغلى مننا كلنا، بس ايه عن نفسي انا مش مقتنع، فهندور في محلات تانية لغايه لما اجيب لها احسن حاجه موجوده في المول كله لندى. ماشي يا عم؟ ماشي. مع انهم حلوين بس ماشي. طابور ماشي من اول فين لغايه فين؟ من اول هنا لغايه هنا. بص هو وفاء فين؟
وفاء وصلت عند الكاشير اخيرا. وفاء خرجت من عند الكاشير بالسلامه يا جماعه. زحمه موت. زحمة ايه ده أوي. ولا طابونة العيش. اكن فرن عيش، قلت لكم عروض وخصومات والدنيا والعه هنا. لا الدنيا بس هنا اللبس جامد. لا الاسعار حلوه، عشان كده الناس هاجمه، الناس هاجمه طبعا قبل العيد. احنا جوعنا الحمد بقى، لله. مش بص قادرين اشترينا، هنطلع بقى ناكل عشان كلنا جعانين موت موت موت. مرضيين كده يا اولاد؟ كله مرضي؟ طبعا. ناقصكم حاجه تاني؟ لا كله 100 100. لو ناقصكم حاجه نجيبها بعد العيد بقى. احنا هنديها بيتزا. ها بيتزا ماشي. بيتزا ماشي. ديها بيتزا. بصوا بقى احنا قعدنا نلف في المول علشان ناكل اكل حلو ويكون برضو ضمن المقاطعه، ما لقيناش اكل يعجبنا فرحنا خارجين بره في اكل محلي. اهو شيلي بقى البتاعه دي المعفنه اللي هناك دي، ايوه شيليها. اهو الراجل اهو ترى الناس طيبه ونضيفه و100 100 وبيتزا حلوه و10 على 10. اكل ايه؟ اكل محلي ضمن المقاطعه. اوكي يلا من هنا والشفا. خلصنا يومنا بقى اهو يا جماعه. نروح بقى علشان ايه؟ المول قفل لدرجه ان احنا نازلين الجراج من الباب الخلفي. القعده حلوه ونغسل القعده نفسنا. حلوه. هنروح بقى علشان نروح ننام ونجهز شنط السفر. طبعا بقى الفاكهه اللي هتجيبيها دلوقتي دي للطريق مش لهناك. هناك موجود كل حاجه. هناك الاكل كله وفي كل حته فيه ماركتات وكل حاجه زي هنا، بس احنا للطريق بس. بصوا التين البرشوم عامل ازاي هنا. بس بتاع شجرتنا احلى، بس لسه ما طلعش. لسه ما استواش. احنا الشجره اللي عندنا في البيت بتطلع نفس النوع ده، لان عارفين في نوعين، في نوع من ده والنوع التاني اللي هو الغامق. جميز. لا مش جميز، شبه الجميز. لا تين برشوم زي ده بس بيبقى غامق، اللي لونه بيتعمل مربى، ده لونه اخضر. انت قصدك على اللي هو التاني الاحمر. قلنا برضو مش من ده ولا ده ايه؟ ده مش ايه ده؟ مش اهو. امال ده ايه؟ مش عارفه. هاتلنا من ده اللي نعرفه. وادي الخوخ، بص ما شاء الله الخوخ قد ايه؟ قد راس وفاء. عسل نحل الخوخ هنا تحفه. وانواع كتير برضه على فكره، في كذا نوع خوخ. بصوا لا ما شاء الله المكان هنا، المحل دوت احنا بنجيب منه على طول، عنده جميع الاصناف ما شاء الله. ده نوع مش تاني اهوت ولا ده ايه؟ ده مش ده المفروض. جه الدور بقى على الماركت، نخش نجيب برضو الحاجات بتاعه الطريق. كل ده للطريق، احنا ما بنشتريش حاجه للايه لهناك. لا مش لهناك. اتفقنا؟ اظبطي نفسك يا وفاء. بالظبط 100 100 كمان. الناس كانت بتقول ان انتوا ادام مسافرين مسافه بعيده كده سافروا بالطياره. فعلا هو الطيران متاح، والسفر بالطيران متاح لمرماريس وكل الاماكن اللي احنا رايحينها ان شاء الله. ولكن خدوا بالكم من حاجه، احنا من النوع اللي بيستمتع بالطريق. يعني ايه؟ احنا بنخلي الرحله بتاعه الطريق دي من ضمن الرحله، من ضمن الفسحه، مش ان احنا رايحين مشوار، لا احنا ايه؟ بنستمتع بالطريق. فعشان كده بنجيب حاجتنا اللي احنا محتاجينها للطريق كله علشان نستمتع بيه. وكمان بنستخدم العربيه هناك، لان احنا لو خدنا طياره هنروح هناك ممكن ندور على العربيه ونقعد نلف عشان نجيب عربيه ايجار، مش هنلاقي، لان احنا عايزين نتجول ونلفلف كده وناخد راحتنا هناك. لو رحنا بالطياره هنروح في اسرع واريح وكل حاجه، بس هنتعب هناك. مش انت موافقين الراي ولا انت عندك راي تاني؟ لا موافقه طبعا. بس المنتج التركي الجامد ده. هات لنا برضو اللي هو البوب كورن اللي هو الفشار ده عشان العيال تتبسط وتزقطط. هات من كل حاجه اتنين عشان ده كيس قدام والعيال كيس ورا. في دوت شكله غريب. ده كراميل، ده حلو ده. كراميل؟ ده كراميل حلو ده. هات اتنين. الكراميل ده للطريق. يلا هنخرب العربيه. يلا مسموح لكم، مسموح لكم تخربوا العربيه. كمان هناخد فينو لزوم السندوتشات مع جبنه ولانشون والشيبسي. يبقى احنا كده معانا ايه؟ سندوتشات للطريق. واكيد طبعا هنقف استراحه برضو ايه، ناخد ايه؟ الاستراحات بقى احلى حاجه. وجبه غدا بقى. فاكر بقى الخروف اللي كان مشوي ده؟ بنلاقيه. يلا يا ستي كده جاهزين. هنروح بقى ايه؟ نتعشى وايه، نجمع شنطتنا تمام نتوكل على الله. بص يونس بقى فرحان بالعوامه. جبنا له بطه من اللي هي ايه بتاعت البحر، عشان ايه يا عم؟ تزقطط وايه تبقى براحتك. اوكي يلا اعملي لنا بقى الاكل يا وفاء. اعملي لنا الاكل سريع كده عشان عايزين بقى ايه. جبت لي اكل سريع عشان ما اطبخش واسيب البيت متدهول. احنا بدل ما نجيب دليفري قلت لها لا، جابت اللي هو البرجر دوت وشاورما جاهزه هتعملها لنا. اللي هو ده يا جماعه كده اسهل، كده اسهل من ان انت تطبخي واحسن من ان احنا نجيب اكل جاهز. صح؟ وفاء بقى بتظبطه وبتعمله. بصوا بيبقى زي المحلات بالظبط واحلى. نحط كل حاجه فيه زي بتاع المحلات بالظبط كده. ونوع اللحمه ده حلو. البرجر ده جميل. اكله سريعه علشان ايه نطلع الطلعه بتاعتنا ان شاء الله واحنا شبعانين. عمال يوريكم البتاع، فرحان بيها جدا اهو. بصوا كل شويه يجي يقول لي بصوا بس تفتحهاش بقى، نفتحها هناك عند البحر. ماشي يلا روح شيلها في شنطتك. يلا روح شيلها في الشنطه. روح حطها عشان ما تضيعش. نتحرك ان شاء الله اخر الليل باذن الله. انا عملت تشيك على العربيه وظبطت اموري علشان خاطر ان شاء الله نوصل بالسلامه. اول سندوتش. بص اهو السندوتش اهو بالجبن ومتظبط اهو. برجر ولا مش برجر ده بقى؟ جامد اهو. تعالى مرضي كده يا عم. يلا اعملي لي سندوتش انا كمان بقى. يلا وكل واحد يلا اديله سندوتش. يلا يلا يا نوسه. الله عليك يا ميدو، الله عليك يا ميدو. انا اللي محمر اهو، انا اللي محمر وانا مظبط. العيش ده اجمد. هحط لك حلو يا يونس. يقول لك واو اهو.
يلا كل. كله جاهز؟ جاهزين مستعدين؟ حماس عالي؟ عالي فوق. كله يستعد دلوقتي. كل اللي بيتفرج على الفيديو حالا دلوقتي اتاكدوا ان انتوا ضغطتوا على زر اللايك. ليه بقى؟ لان انا كل ما هشوف اللايكات اكتر كل ما هتشجع اكتر. اللايكات ولا بفلوس ولا اي حاجه ولا بتخدمني غير ان هي بتحمسنا بس شويه علشان خاطر نعمل لكم فيديوهات كتير. نعرف ان الفيديو عجبكم. بالظبط كده، بنعرف ان الفيديو عجبكم من عدد اللايكات. بسم الله. هات يا وفاء يلا. لا بص وفاء واخده البيت كله. الكافيه بتاعي قهوه وشاي وقهوه فرنسي. طب دي كل قدام أنواع دي. المشروبات. انا بقول لك ايه. دي قدام. هات يا يونس. دي قدام يا يونس. الشنط ورا. دي قدام. روح حطها قدام. دي بتاعتي انا. شكرا يا يونس. في واحده فيهم اكل. لا ده الميك اب. قد ايه ميك اب؟ ميك اب بس يعني حاجات البشره والعنايه بتاعتي. رايحه تعمل منتجع هناك. رايحه تعمل سبا. واخده كل معدات. يلا اللي بعده. الماركت بتاعك يا يوس. دي اللي فيها الماركت. لا دي قدام قلت لك. انت عايز تحطها هنا ليه؟ بس كده حطها قدام. في حاجه تاني؟ اقفل. يلا يلا اركبوا. يلا طبعا عشان نخرج دي. اركبوا دي يلا علشان ايه؟ اخرج دي وادخل التاني. الصلاة على النبي. ان شاء الله نوصل بالسلامة. معاكم ايه؟ كل حاجتكم كده قدام. مش عايزين قلق ولا وش، عايزين نمشي مبسوطين كلنا كده من ايه نغلس على بعض. ده انا هعمل لك هيصه وزنبليطه. هعمل لك فرح في الطريق عشان ما تنامش. مش عايز قلق. ده انا هعمل لك اول قلق كله. ماشي اعملوا اللي انتوا عايزينه. يلا عايزينكم تتبسطوا. بسم الله. هندخل بقى العربية دي هنا كده نجرشها عشان تبقى في امان. واحنا بقى هنقفل البيت وكله 100 100. طف انت ولا اقفل انا؟ يلا نقفل سوا ونتأكد مع بعض ونراجع عشان ما نبقاش هناك قلقانين من حاجة. اهم شيء ان انت دخلت العربية دي تبقى في امان جوه كده. معايا مفاتيح. بسم الله. يلا بينا توكلنا على الله. الصيف ده بتاعنا الصيف ده بتاعنا tomorrow. شايفين بقى النهار طلع علينا واحنا لسه قدامنا كتير على ما نوصل. طريق طويل 8 ساعات او اكتر. لما بنقف وكده وبنتدلع في الطريق بياخد 10 ساعات. هو الطبيعي على جوجل ماب 8 ساعات. بس معانا احنا بناخد 10 ساعات. بس انا هوريكم المناظر اللي بتصبرنا بقى على 8 ساعات. عشان وريهم يا وفاء احنا ليه بنحب الطريق ده. شوف حاجات يعني ما شاء الله مناظر طبيعيه تحفه. هوريكم مش هحكي لكم. هنشمر هنصيف هنضيع هنفرتك تكاشاتنا هنأستك فانتاستيك. انا بومباستيك تربتي عروسة البحر دي ولا لا. خدت انا عومت لبست مايو يلا نغني شات شات شات. صباح الخير. طبعا وصلنا امبارح بالسلامه الحمد لله. بس كالعاده زي اي رحله كانت مرهقه وتعبنا فجينا نمنا. واحنا دلوقتي الساعه 8 الصبح. واول حاجه هنبتدي بيها هي الرحله البحريه لانها من اجمل الحاجات اللي بنعملها هنا في تركيا. ممتع جدا. الرحلات البحريه هنا بتبقى مدتها طويله وبتلف اماكن كتير وجزر وكده. فبتبقى الرحله ممتعه جدا. فعشان كده هنبتدي بيها اول حاجه وهتخليكم معانا لحظه بلحظه عشان تستمتعوا معانا بالاماكن والاجواء اللي احنا بنعيشها هنا. في باص هيجي ياخدنا يودينا عند المارينا بتاعه المراكب علشان هناخد مركب القرصان. هتلففنا بقى على جزر كتير زي المره اللي فاتت. نفس الرحله بس يعني اطول شويه. مدتها اطول شويه. هتقعد لغايه الساعه 4. بس خد بالك انا مش واخده معايا اكل ولا واخده معايا حاجه. لا انت هو قلت لي كله في عليه. بصي اوبن بوفيه. انا ما رضيتش اعمل لك محشي. اوبن بوفيه لا ما ينفعش. المره اللي فاتت امي عملت محشي. المره دي واخدين بس معانا ميه وشاي والقهوه بتاعتنا علشان خاطر احنا بنشربها بطريقه معينه. عايز محشي. عايز محشي؟ يونس عامل فيها اجنبي. هو مسكر احلى من الاجانب طبعا. مبسوط يا أوسا؟ مبسوط. هذا هو الباص جه. يا فندم هو
جونايدن. تمام. يلا كل الرحلات دي طالعه، احنا هناخد الايه اللي عليها القرصان دي. شكلها حلو. حلوه جميله مميزه، تحس ان هي ايه مختلفه عن الباقيين. طبعا كل الرحلات البحريه كلها بتطلع في وقت واحد، كل المراكب بتبقى ماشيه في البحر مع بعض وبيبقى شكلها حلو. الصيف ده بتاعنا الصيف ده بتاعنا. السلام عليكم. نسجل اسمنا طبعا. هنا معامله البحر هنا زي الطيران، كله دقه، فان شاء الله ربنا يستر بقى وايه نتفسح كده فسحه حلوه ونرجع بالسلامه. تري بتطلع عروسة البحر دي ولا لا؟ خدت انا عومت لبست مايو، هي يلا نغني شات شات شات. نوصل عند جزيره وننزل الميه، ماشي؟ كله هينزل؟ طبعا انت اكيد انتوا نازلين انت وبلال وكمان يونس. هنط. تلبس المايو وتنزل، اوكي؟ طبعا اول ما المركب بتتحرك بتبقى جميله جدا، لان الهواء بقى والبحر بقى جنان. المنظر يجنن. تصدق جوعت لما شفت المنظر ده؟ وصلنا يا جماعه عند اول جزيره. هتغيري بتنزلي ولا مش هتنزلي زي كل مره؟ لا هنزل. تنزلي؟ يلا روح غير المايو. وانت كمان، وادي يونس اول واحد قلع، وانت كمان، وادي ندى كمان. كله تشجع يا جماعه، خلاص بقينا خبره وبقيت شجاع، صح؟ ينزل. كل المراكب بتيجي هنا عند الجزيره ديت او عند كل الجزر، يعني كلها بتبقى نفس الرحله يعني. وريني النطه والجراءه. حلوه، لا حلوه مش صح. امال طلعت ليه؟ عشان ما خايف العيال ينزلوا وانا مش شايف. ندى نزلت. بقى من ضمن الرحله البحريه تنزل ايه المركب كده عند الجزيره ديت، وتنزل نتمشى ونتسوق، عايز نشتري حاجه، نشوف بقى ايه البازارات اللي موجوده، والدنيا جميله هنا. بقى انا دهن زيت بقى يا جماعه والدنيا بتلمع، واخد بقى تان. انا مش عايزه تان، حتى صنبلوك عشان ما اغمقش. جميله فعلا الرحله دي، تحفه، والاجواء والجو، تحس كده الاجواء جميله هنا. انا عملت زيك كده بالظبط، عشان خاطر المانيكان اشتريت المره اللي فاتت. العروسه حلوه قوي. انت لما تربي شعرك اهو تتعرف عليهم. بصوا بقى ايه، ننزل الشاطئ ده. ننزل يا اوسه عشان هو عايز ينزل من بدري اهو. ربع ساعه والمركبه تتحرك، يلا بينا. بيعملوا تش. ادي الاكل بقى بدا ينزل يا جماعه. اللي انت بتعمليه اهو نفسه بالظبط. انت وفاء واخده الطريقه التركي اصلا. ما تقرعيش يا وفاء، انت مقفوشه. ما هو انت بتعملي احلى. يوم تحفه وجميل واستمتعنا. معلش لو في تاثير في التصوير، لان احنا كنا مشغولين بنفسنا وايه نستمتع، فالتصوير ساعات بيعطلنا، فانا ايه كنت اناني شويه معلش. لا بس صورنا لك حاجات حلوه برضه، حاجات جميله. طبعا نركب الباص تاني عشان نرجع للفندق. لسه الرحلات ما شاء الله. الصيف ده السنه دي هيبقى اجمد صيف. هتنزل يا اوسي؟ حد قطع نفسه في النفخه. الميه حلوه؟ البسها وبعدين نط بيها بقى. عايزين نطه حلوه بقى. صباح الخير يا جمهورية. من حلاوة الرحلات البحرية طالعين تاني يوم رحلة بحرية برضه، بس مختلفة. سفينة أكبر وتروح لأماكن مختلفة، وإن شاء الله برضه هنقضي يوم النهاردة ممتع جدا، وهتبقى فيه حاجات وأجواء مختلفة عن امبارح. دي بقى سفينة تايتانيك التركية كبيرة، وطبعا هيبقى عليها عدد أكبر من البشر، بس هيبقى فيها أجواء وهتروح في أماكن مختلفة. ده لسه في دور كمان فوق السطح. في دور كمان تعالوا تطلعوا فوق. تعالوا اطلعوا. بصوا كبيرة قد ايه؟ ان شاء الله كبيرة، فيها ماركت، وادي الصالة
لا كبيره كبيره جدا. زي ما انتم شايفين بقى طالعين من الفندق جاهزين بالمايوهات، علشان امبارح احنا اخدنا وقت في التغيير وقعدنا نغير الهدوم اللي غيرناها كانت كتيره، كانت زحمه، عامله زحمه معانا. كده احنا اريح، بقينا خبره. السفن كبيره جدا هنا بقى في المنطقه دي. احنا استكشفنا السفينه كلها انا ووفاء، استقرينا على ان احنا نقعد هنا على الترابيزه دي. ما شاء الله السفينه عملاقه، توقعت ان هي كبيره بس ما توقعتش ان هي كبيره قوي كده. وفاء احسن واحده تحجز ترابيزات يا جماعه، بتحجز الترابيزه ما بتتعتعش منها. خلاص ورونا بقى خلاص كده بقت ملك. بتاخد الترابيزه بتبقى ملك. ملك دي مش لبن، ملك دي يعني تمليك، يعني بقت بتاعتها يعني. لا بس لو حد مش لاقي مكان خالص ممكن اسمح له يقعد عادي. يقعد معانا؟ لا طبعا ما يقعدش معانا. يقعد معانا ليه؟ يروح يقعد في اي حته. مكان طيب. يروح يقعد في اي حته، احنا مالنا احنا. تري بالطاع عروسة البحر دي ولا لا؟ خدت انا عومت لبست مايو، يلا نغني شات شات شات. الدلافين بتعدي من جنبنا من هنا كده اهو، بس طبعا ما بنلحقش نصورها لان هي بتطلع وتنط وتنزل بسرعه. دلوقتي بقى تبتدي الرحله بتاعتنا الحقيقيه بقى. هنركب المراكب الصغيره ديت ونروح على الشاطئ. دي كبيره جدا فطبعا ما تقدرش تدخل على الشاطئ، لكن الصغيره دي تدخل عادي. اقعدي جنب القبطان يا وفاء، اقعدي جنب القبطان عشان نشوف يعرف يسوق ولا لا. وش قال نابي؟ يونس لازم يصحى، لازم تصحى يا يونس. سيبيه خلاص هو هيلعب دلوقتي. معاكي شنطتك وحاجتك؟ معانا. لو نسيتي حاجه ما تسالنيش، مش عارف ارجع لك. ايوه احنا اتحركنا وفي مراكب تانية لسه ما اتحركتش. بصوا بقى المركب كبيره ازاي. بص الشاطئ اكيد الشاطئ ده. ما اعرفش بقى يودونا فين. هو ممكن ده ده الشاطئ اللي هو يودونا عنده. دلوقتي الميه دي ميه عذبه، والميه الناحيه التانية هناك اهي الزرقاء اللي هناك دي ميه مالحه، يعني كده الاتنين جنب بعض. شايفين في موجه كده بيضه اهي عندها كده، ده المالح، واللي احنا فيه دي اللي هي الايه العذبه. يعني ده النهر وده البحر. ايوه كل المراكب جايه وراه. يونس لسه مش دارين باي حاجه، مش عايز يصحى خالص. بصي بصوا يا جماعه جزيره رمليه اهي، جزيره تحفه، جزيره رمليه خرافيه جميله جدا. مفيش اي مباني، كله رباني. ايه الجمال. انا طبعا الكاميرا بتظلم والله، بس المكان اللي احنا فيه تحفه، والهواء والطقس جميل. ايه المركب ده شايله زرع دي ولا ايه؟ شايله زرع. بعد يا ولاد يلا يا عم بلاش اهو يا عم. بصوا الشاطئ عامل ازاي بقى. نخش بقى نستكشف كل الجزيره، وعايزين نعرف الميعاد المفروض نرجع فيه لان المراكب ممكن تسيبنا وتمشي. انا عن نفسي ما عنديش مشكله اعيش على الجزيره دي والله. تفضل قاعده هنا؟ ما عنديش اي مشكله، سيبني والله. تجيبي حاجه المحشي والكرنب منين؟ هخترع اي حاجه من الجبل هتزرعيه؟ وادور. هتزرعيه هنا؟ والله العظيم بتقول اي كلام. انتوا عارفين اول ما نقعد هنا، اول ما الليل يجي بس هتقول لي جعانه اصطاد لي سمك. هنصطاد سمك من البحر ونشويه. ماشي، وبعدين هتيجي بعد كده تاني يوم هتزهق، هتقول لي لا انا عايز اعمل حاجه المحشي، روح هات لي قوطه. اروح اجيب لك منين انا؟ ما هو الشجر قدامنا اهو على الجبال، فيه خضره نزرعها ولا نعمل فيها اي حاجه. تفضلي قاعده بقى تستنى لغايه لما تطلع. كفايه الروقان ده. لا لازم تشوفوا الجمال والله العظيم. شاطئ والجزيره تحفه. بص الكاميرا مش جايبه كل حاجه، احنا بالعين شايفين كل حاجه. جميله جدا. الرمله سخنه وناعمه وجميله. تعال نمشي هنا. صح؟ تحفه. رمله جميله. تحفه. شمسياتنا الجميله اهي. اقعدوا يا اولاد يلا اعمل لنا محشي بقى. مش الجزيره بتاعتنا؟ سمك بقى. انت شفت الجزيره بتاعتنا؟ ماشي سمك. اول يوم سمك صعب. طب فين السناره؟ هخش اصطاد لك بايدي. بايدي ليه؟ الرمله سخنه نار. الارض سخنه. نار. الارض سخنه جدا. في موجه وبصوا دلع. والرمله ناعمه. دلع. انا بحب الموج. شمسية عشان حرام صورني السيشن وانا فرحان ودموع جبابية، اصل انا فنان معروف وانا جامد ملك الروقان. السيف ده بتاعنا السيف ده بتاعنا هنشمر هنصيف هنضيع هنفرتك في كشاتنا هنقستك فانتستيك. انا بومباستيك تري بالطاع عروسة البحر دي ولا لا؟ خدت انا عومت لبست مايو، يلا نغني شات شات شات. بص الحيفا كل المراكب اهو ماشيه، بس يا رب التليفون ما يقعش من ايدي. لو وقع من ايدي مش هتشوفوا الفيديو ده. لا بس الرحله النهارده مختلفه وجميله فعلا ممتعه. بصوا في ناس راجعه اهو. حاجه واحده ان احنا كنا جايبين حله محشي تسلينا في الاجواء دي. كانوا عايزين اكل لان الاكل بتاعهم تعبان صراحه. ما يملاش المعده ولا بيشبع. بصوا بقى دلوقتي احنا ماشيين في حته زي بتاعه فيلم الكيف، لما كان محمود عبد العزيز بيقول له طيشت الهوامش، ولا كان بيقول له هي هنا الهوامش هنا. هنا البضاعه محطوطه هنا نفس الشكل بالظبط.
بقالنا شويه ماشيين يا جماعه، انا مش عارف مودينا فين صراحه. بقالنا اكتر من نص ساعه ماشيين بالمركب الصغيره دي، ماشي وسط قش الرز مش عارفين هو رايح فين. بصوا بقى علشان احنا بدانا نعرف احنا جايين فين. احنا جايين كده وفي قلعه في الوش هناك اهي، بصوا يا جماعه الله شكلها حلو قوي. اهي شفتوها وسط الجبل، محفوره في قلب الجبل. هي دي ناس بتبقى عايشه فيها ولا بيبقى ايه؟ مش عارف بس حاجه تاريخيه يعني. لا هي الفكره مش في كده، الفكره بيطلعوها ازاي. اللي ما شافش يشوف اهو في الجبل دي ولا مش في الجبل. مين يقدر يعيش هنا؟ عاملين نيش وغرفه نوم وغرفه استقبال كل وحمام حاجه ومطبخ. زي بقى اتحفرت في الجبل دي بقى يا وفاء؟ غريبه. تعرفي تحفري زيها يا وفاء في الجبل؟ مستحيل ولو فاتحه قد كده معرفش. ليه؟ بالاجره والشاكوش. بس ترسم كده وتعمل المنظر ده. ارسم واعمل، انا اصلا رسام. بص هنمشي وسط القش. عم الحاج وصلنا فين؟ عند جزيره برضه، هننزل بقى نتفرج عليها ونشوف ايه اللي موجود جوه، لان هي مدينه كده ايه، جزيره كده ايه. لا وفيها محلات، انا شفت محلات. يا مسهل يا رب. ايه رايك يا وفاء؟ الجزيره دي احلى ولا الرمله؟ لا دي احلى. هنا في حياه، على الاقل لو احتجت حاجه اعرف اشتريها لك. صح. يعني سيبك من الجزيره الثانيه خليكي هنا. دي احلى فعلا. ماشي خلاص يبقى نهرب منهم وما نرجعش في المركب. نقول لهم تهنا ومش عارفين نقعد فين، بيتونا معاكم والنبي. لا بس الطقس ايه تحفه خرافي. بس بقى البيوت هنا جميله ازاي. تحفه روقان. بيوت هنا تحفه. عايزين نجيب لنا بيت هنا يا حمد عشان نيجي نعيش فيه. يبقى نجيب بيت هنا للايه، للسكن كده، ومركب للدلع. مركب خاص عشان اشوي لك اهو ده للبيع اهو. حلو قوي. للبيع اهو يا جماعه. خدوا العنوان. بس تشتري لنا مركب عشان نعرف نروح عند بيتنا لازم التاني. مركب، نبيع العربيه ونجيب مركب. مركب خاص عشان اشوي لك عليه بجد والله بتكلم بجد. ايه ده الاتوبيسات دي جت هنا ازاي؟ احنا رايحين فين؟ انا مش عارف، عمالين ننزل من لا مركب. يودونا بلد تانية وعيتهم بيضة. ما اكدبش عليكم يا جماعه، انا مش عارف احنا رايحين فين، بس احنا ماشيين مع الناس وخلاص. انا حسيت بيقول لي ان هو عرض او حاجه هنشوفها. ممكن. يونس احنا رايحين فين؟ ده عامله زي السوق الحره بتاع المطار. بس هنشوف احنا هيودونا فين. عايز اشتري حاجه من هنا يا ندى؟ في ماسك اهو، ماسكات اهو، حاجات تخص الستات عشان ايه تقفي، فاهمه؟ بس انت طبعا عاقله. لا انا عاقله في الاماكن دي، في الاماكن دي عاقله. ايوه شاطره يا ما وفاء. ينفعش أتهور. سقفوا الوفاء يا ولاد، سقفوا لامك يا ولاد، طلعت ما ينفعش عاقله. اتهور في الاماكن ما اثروش دي. عليكي؟ معقول فشلوا؟ بس يونس بيسقف. فشلوا في التأثير على وفاء. الحمد لله ربنا الحق، يكملك بعقل. الناس لا حتى طين على جسمها. الحق بيستحموا بالطين. هو ده الطين. انا قلت تماثيل من بعيد، فكرتهم تماثيل. الطين. شايفين الطين؟ ده حمام الطين. وقعتنا الطين النهارده. مش هيقول لي علم مش بدر. خبر ابيض. ده طين يعني. نطلع رحله نفضي دماغنا كله يرقص على مزازيك دنيا شمسيه عشان حرام صورني ستيشن. بالياع. اصل انا فنان معروف. يا بركة طين يا زهقني بتزفلط في الرجل يا عم. مقززة قوي والله، ملمسها مقزز جدا. هنضيع هنفرتك تكشاتنا هنقستك فانتستك انا بنبسطك تري وسط البحر دي ولا لا. حتى انا عومت لبست مايو يلا نغني شات شات شات. وفاء ما صدقت، وفاء ما صدقت. وريني وفاء كده عملت ايه؟ ده بتطير الضمعة. بصوا الناس كلها حتى طين. انا عايزه اعرف ايه الفكره من كده. ما تخافش يا حلو. تعالى معايا انا شيخ. وسختوني، حموني بقى، حموني. حلوه والله انت بتفهم يا يونس. البشر دي كلها جايه تطير نفسها، والعيل الصغير بيقول لك عايز استحمى. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ تعالى يا بلال، قرب يا بلال. يا بلال بس كله بيتطير. الرجل الاخضر بقى شبه الرجل الاخضر والله. فوق طيرني يا ابني، انا عايزها تبقى طين. طيرنها انا على الاخر. يا عبيدة. اتليف غمض عينك جامد. ايوه ورقبتك وكله. انا عايز اللي يشوفك ما يعرفكش. في حته في ظهري ما اتعملتش. لا كله معمول. تمام. انا كده تمام. يا سلام
ما تعرفوش تستحموا. يلا بينا. اكنه ماسك، اكنك عامله ماسك بالظبط، بيخلي البشره تبقى رطبه. اه ندى كانت مستخبيه، كانت مفكره ان انا عشان هي نظيفه مش هنعرفها. لا هنعرفك حتى لو انت مش متخيلها هنعرفك. خشي عالطين، خشي عالطين، خدي طيني، طينوها خالص. في العين جامد جامد. اوعي ايدك. ماسك اهو ولا مش ماسك؟ ماسك ده ولا مش ماسك؟ عايز ايه يا يونس؟ ويونس بدأ اهوت ايه ما يخافش. تعالى نروح للطين تاني. اهو في تينا اهو، في تينا اهو عند الراجل مش نضيف ده، الراجل اللي مش نضيف ده. تعالى نروح عنده. رحلتنا خلصت واستمتعنا النهارده، الرحله كانت جامده، بس عايزه اقول لكم نمت نومه هنا كلنا نمنا يا جماعه وكان يوم جميل.